طيب قال لي انا عندي هنا كده must وهاف تو. خلاص، في خناقه بسيطه كده بينهم، بس هي الخناقه دي مع اي وهي وشي ويت وكل الضمائر. قال لي لا، ها مع اي ووي. يا ترى ايه الفرق بينهم؟ ها، قال لي ماست، احفظ لي بس الحته دي، الزام داخلي. انا بسميها ماي اون ديزاير. ديزاير يعني ايه؟ ديزاير، رغبه، انا اللي عايز. يبقى ده الزام مني، انا اللي محتاج اعمل الحاجه دي، لازم اعملها عشان انا حاببها يعني. لكن هاف تو، ها، الزام خارجي. بمعنى ايه؟ ان انا مضطر. يعني مثلا زي مساله الصحيان بدري، واحنا بنصحى بدري للمدرسه، بالامانه يعني هاف تو ولا ماست؟ لو بصحى بدري رايح المدرسه هقول ايه؟ have to. هاف تو، برافو. لان انا مش عايز اصحى بدري، مش كده؟ ده الزام ايه؟ الزام خارجي. لما البس اليونيفورم وانا رايح المدرسه هقول ايه؟ ها، انا عايز البس لبسي العادي، مش كده؟ لكن I have to wear the uniform. I have to get up early for school. يبقى have to الزام ايه؟ الزام خارجي. لكن لو انا عايز اصحى نفس الصحيان بدري ده، نفس الساعه، بس في رحله بقى، تمام؟ او في مثلا ماتش هنروح نلعبه، يبقى هنا الحاله دي ايه؟ ها، هتبقى ايه؟ يلا يا حبيبي، هتبقى رنا، برافو عليكي، يبقى ماست. يبقى انا بستخدم ماست الالزام الداخلي اللي هي رغبتي، بستخدم هاف تو، ها، اللي هي رغبه حد تاني خالص. خلاص، ده الفرق بينهم. طيب في نقطه برضو كمان جميله في موضوع القوانين. موضوع الايه؟ القوانين. انا بستخدم ماست بالرغم ان هو الزام داخلي. قال لي مع القوانين، مع الايه؟ القوانين. خلاص، لان انا لازم. طيب تخيل معايا كده، مين اقوى في الاثنين؟ ماست ولا هاف تو؟ يعني حاسس كده ان في حد بيخليك، يجبرك تعمل حاجه. ها، ماست ولا هاف تو؟ ماست، مش كده؟ حبيبي قالت ماست. مين تاني موافقها على الراي ده؟ مم. سلمى قالت ماست. مين تاني؟ مريم قالت هاف تو، ورنا قالت هاف تو. مريم ورنا يكسبوا. تمام؟ يبقى انا هنا ماست دي رغبتي، هاف تو رغبه حد تاني مش رغبتي انا. يبقى اللي فيها اكثر صرامه هي هاف تو. خلاص كده، الاقوى والارخم في المعنى. يعني مثلا لما اقول واحد يو ماست ستادي هارد، غير لما اقول واحد يو هاف تو ستادي هارد. هاف تو اكثر قوه. خلاص، احنا متعودين ماست اقوى يعني، مش كده؟ لا، الاقوى هي هاف ايه؟ هي هاف تو. هاف تو لما نيجي نترجمها معناها انت مضطر تعمل كده، تحس ان فيها حاجه غصب عنك. طيب تعالى شوف معايا الحته دي. يقول لي هنا كده you must، ركزوا معايا، visit us. الصيغه دي ايه دي بقى؟ must هنا، هل ده الزام؟ انا بقول له كده you must visit us. قال لي دي بنسميها strong invitation. يعني دعوه ايه؟ دعوه قويه، يبقى انا بحبك قوي لدرجه ان انت لازم تيجي تزورني. خلاص، يبقى هنا you must come and visit us، لازم تيجي لنا. طيب انا برضو لما يكون مثلا ايه، حد زارك في البيت يعني وعندكم كيك كويس كده جميل يعني، ديليشوس يعني او تيستي، هنا يو ماست تراي، ماشي، اور مثلا ايه، كيك. ها، لازم تجرب الكيك بتاعنا. خلاص، يبقى انت هنا بتعمل، بتعزمه بس بقلب جامد، يعني انت واثق ان الحاجه دي كويسه. خلاص، فهنا بتعزمه. طيب لما تقول لحد كده يو ماست ستوب سموكينج، ها، دي عباره عن ايه؟ قال لي دي سترونج، ها، ادفايس. خلاص. طيب يبقى انا لما الاقي الجمله اللي عندي فيها دعوه، واحد بيدعو حد لحاجه، ماست ولا هاف تو؟ يبقى اكيد ماست. لما الاقي حد كانها نصيحه، ها، يبقى ماست ولا هاف تو؟ ها، يبقى اكيد ماست طبعا. الدكتور اللي بنروح له طبعا وخايف عليك فيقول لك يو ماست ستوب سموكينج. هو الراجل مش هيجبرك انك توقف تدخين، بس بيديك سترونج ايه؟ سترونج ادفايس. يبقى هنا بستخدم ماست
مع الانفيتيشن الدعوه او مع الادفايس كانها شغل. كانها ايه؟ هنا في الحاله دي كانها شغل.